أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. أيها الأحبة، القرآن الكريم احتوى على كثير من الأدلة الشرعية النقلية والأدلة الكونية، ولذلك كثير من الناس قد يصاب بلوثة فكرية، وربما لا يصبح يتعامل مع النصوص الشرعية معاملة حقة. هؤلاء يحتاجون إلى الأدلة العقلية في إثبات وجود الخالق سبحانه، في إثبات أركان الإسلام وأركان الإيمان. ولذلك أيها الأحبة، ملئ القرآن الكريم بكثير من الأدلة العقلية حتى الناس تعمل عقولها في هذا الكون، تتفكر. كما قال الله سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. ربنا سبحانه وتعالى يقول: هل الناس خلقوا من العدم هكذا من غير شيء؟ طبعا الإجابة لا. أم هم الخالقون، هل الناس والكون هم الذين خلقوا أنفسهم؟ الإجابة أيضا لا. إذا ما النتيجة؟ ما الإجابة؟ الإجابة أن هناك خالق خلقهم، فالعدم لا يخلق شيئا، والإنسان لا يخلق نفسه، والطبيعة لا تخلق نفسها. إذا كان العدم لا يخلق والطبيعة لا تخلق، إذن لا بد من وجود الخالق سبحانه جل في علاه. انظروا أيها الأحبة إلى عظمة كتاب الله سبحانه وتعالى، آية قصيرة لكن فيها أدلة كبيرة جدا وكثيرة جدا وعظيمة جدا. لكن أين الذي يقرأ ويتدبر ويبحث في كتاب الله سبحانه وتعالى؟ وهذه الآية أيها الأحبة وعلى شاكلتها الكثير والكثير التي ذكرها الله سبحانه وتعالى تحث الناس على إعمال العقل، وأن العقل أيها الأحبة لا يمكن أن يتعارض مع النقل، لا يمكن أن يتعارض العقل السليم مع النقل الصحيح. أيها الأحبة، هذه دعوة لي ولكم أن نقرأ القرآن وأن نتدبر ما فيه من الآيات وما فيه من العبر، وخاصة الأدلة العقلية. كثير من الناس قد تصبح عنده شبهات ما يستطيع أن يصرح بها. ارجع إلى القرآن وإلى التفسير وانظر كيف أبان العلماء هذه الأدلة العقلية حتى تنجلي تلك الشبهات والترهات التي قد تعلق ببعض العقول. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا جميعا، وأن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد